في عالم موازي، في ناس تانية بتلعب كورة بجد. بريمير ليج، بنتابع البريمير ليج، لكن يظل الكلاسيكو الأسباني، يظل الكلاسيكو ده له طعم مختلف، نوع فاكهة مختلف. مهما اتفرجت، مهما شفت متعة، مهما شفت كورة، مش كريستيانو. تقريبا شبه اعتزل كريستيانو وميسي. يظل الكلاسيكو هو الكلاسيكو. هانز فليك امبارح، مش امبارح بس هو امبارح استكمالا، يعني العظمة بيعملها من ساعة ما جه. هانز فليك خلى العيال بتوع برشلونة، العيال الأكبر واحد فيهم 2002 ولا كام، رحلة مدرسية بيطلع بيها بيلعب بيها ماتشات. خلى العيال واثقين من نفسهم لدرجة إن إحنا إحنا واخدين 5 كاس دوري أبطال أوروبا مثلا يعني. العيال بتلعب. دخل فيهم الجون الأول اللي اتلغى بتاع مبابي، وعادي العيال يعني تحسش وشوشها اتأثرت. وبعد الجون هما بيلعبوا بنفس الطريقة بنفس السيستم، مفيش أي غلطة، مفيش. خلي بالك، حتة إن أنت تلعب على الأوفسايد أو الاندفاع الهجومي، أو الخط المتقدم، خط الدفاع المتقدم دي مش سهلة، ده عايزة كمية تركيز رهيبة رهيبة. يعني شوف، امبابي تقريبا 7 اوفسايدات ولا كام، وفينيسيوس كام اوفسايد. الريال بشكل عام كام اوفسايد وقعوا فيهم كلهم. كان ممكن مبابي يظبط الدنيا دي شويه بذكائه لو كان موجود، او لو بتركيزه، يعني لو كان موجود. بس ده ما حصلش. وبرضه ما تقدرش تنكر ان ده نظام وتركيز من لاعيبه برشلونه، تركيز رهيب جدا. والتركيز هو نقطه السر والعنوان الرهيب بتاع هانز فليك. لدرجه ان هو استغل الميزه اللي هي نقطه ضعف، ولكن في نفس الوقت ميزه اللي هي العيال الصغيره. العيال الصغيره ده اقوى ميزه فيها هي ايه؟ هي اللياقه. ما ينفعش العيال دي كانت تظهر باللياقه اللي كانت بتظهر بقى مع تشافي. يبقى كان في مشكله في الاعداد البدني، فغير الطاقم بتاع الاعداد البدني. ليه؟ لانه عارف ان المفروض المردود اللي يطلع من عيال صغيره زي كده يبقى هو ده نقطه القوه بتاعته. التركيز ده فرق معاك في كذا جانب من جوانب المباراه، لدرجه ان انت حتى لما جبت الجون في اقل من 10 دقائق في بدايه الشوط التاني، ده تركيز. لما جبت الجون التاني كان برضه في اقل من 10 دقايق. فبرضه قال لي ايه، كام دقيقة. فده تركيز، ان انت مش بتلعب على النتيجة، انت بتلعب على جمل انت حافظها. الخصم بتاعي ترنح، وقع، تركيزه قل، انا ماليش دعوة، انا بلعب الجمل بتاعتي، انا بلعب على الثغرة. ان انا اللي بعمله مثلا في نص الملعب عشان افضي على الطرف الرافينيا. فضى العب على طول، ماليش دعوة. انا بلعب الواد المدافع طالع بالكوره، فعينه على رافينيا. انت لو ده عايزه تشافي، ده عايزه كروس عشان خاطر يبقى رابط الرابطه دي، ده انت مدافع. لا، رافينيا فتح وضرب فاسكيز في عمق الملعب. في الوقت ده طبعا كان ليفاندوسكي نازل. يعني هو بيعمل كميه تحركات، ليفاندوسكي بيسحب معاه لعيب، بياخد معاه، بيدخل لعيبه الاطراف سواء رافينيا او لامين يامال. فهو مخلي الكل له دور. الجون مش مهم يجي من العمق، يجي من على الطرف، ايا كانت الثغرة هتيجي منين. انا بحضر لعبي ولعبه مباشر. يعني انت عد هم 3 بساط لازم تكون عند الجون. فانت لازم تكون في كامل تركيزك وانت بتلعب العيال الصغيرة دي، وانت بتلعب الرحلة المدرسية دي، وانت بتلعب هانز فليك. انت انفقدت تركيزك لجزء من الثانية بتتضرب الجون، وهي دي عبقرية هانز فليك. لعبه مباشر لأقصى درجة، وفي نفس الوقت ممتع. بس مش ممتع ان انا افضل احضر بالكوره واحضن واديك ظهري وبتاع، مفيش الكلام ده. هما 1 2 3. الجون التالت اقل من 10 دقايق يكون جاي الجون التالت. ليه؟ لان الفرقه اللي قدامك بتبقى لسه بعد الجون. اولا يا اما حاجه من الاتنين، يا اما هتندفع وعظمه ريال مدريد بقى واحنا لازم نرد وبتاع مش عارف. فهيبقى في مساحات، فانت ما انتش شايف النص الاولاني من الجمله اللي هم بقى متقدمين وحماس، انت شايف النص التاني الثغره اللي انا مستنيها. ما اكلتش انت، ما اشتريتش حته الروح والعزيمه بقى، انا ماليش دعوه. ما اشتريتش انت حته عوده ريال مدريد والريمونتادا بقى، مفيش الكلام ده. فهو مخلي العيال مذاكره وحافظه. انت بتلاقيش واد من برشلونه معاه الكوره، هو مش عارف هيعمل بقى ايه، يعني هي بتقعدش في رجله، عد كده، لمسه التانيه التالته لازم تكون متباصه. ده في كل الفرق الاوروبيه عموما، بس الفكره ان التحرك بتاع اللاعب اللي هيظهر له عشان ياخد الباصه دي برضه، عد انت 1 2 3 تلاقي في تحركات بتحصل. اللعيبه مش واقفه مسلمه نفسها. فحته التركيز دي انا في رايي هي العامل يعني انا في وقت من اوقات في الشوط الاول انا كنت مستني الجون اللي هيجي في برشلونه، ايه مش كميه الاوفسايدات دي، ما اكيد هتظبط في واحده يا عم هانز، اصحى شويه. وبعدين وده حصل، يعني حصل في ماتش بايرن. اول كره كانت اوفسايد، طب الكره التانيه اتظبطت وجات جول.
فانت فكره ان انت تلعب على الاوفسايد دي هي فكره مجازفه، مش يعني انتحار مش مجازفه، ولكن بتركيز اللعيبه، زائد ان هي ما ينفعش طريقه ان انت تبني عليها بنسبه 100%. يعني لو افترضنا ان الريال كان جاب جون او اتنين في الماتش او في الشوط الاول، اكيد المباراه شكلها كان هيتغير. خلينا متفقين على حاجه زي كده. يعني لو مبابي او فينيسيوس كانوا في كامل تركيزهم النهارده كان ممكن يخطفوا جون بتاع، ولكن التركيز هو نقطة القوة ونقطة الضعف في نفس الوقت. عيال صغيرة هي نقطة قوتها إنها تبقى مركزة بس، وفي نفس الوقت واثقين ومأمنين بنفسهم. مفيش حتة إن إحنا يعني زي ما بقول لك، إحنا واخدين 5 دوري أبطال قبل كده، أقل لاعب فيهم أنا ميسي والتاني يعني. ثقة ومش من فراغ. العيال في الملعب فعلا مش هايبين أي خصم، مش هايبين أي حد. فشابوه لهانز فليك اللي عشق برشلونة. صباح الفل.